حضرتك يعني برحب بيك طبعا مرة تانية، ومش عارف لو تابعت مذكرات مبارك اللي نشرت وما زالت تنشر، لو انا مش غلطان، في صحيفة روز اليوسف. في واحدة من الحلقات اتكلم على حضرتك تحديدا، وحتى روز اليوسف خدتها عنوان، وقال هذه المذكرات اللي هي لم يتم نفيها الحقيقة من اي جهة لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، ولذلك يمكن تكون يعني ليها مصداقية إلى حد كبير. لو كنت ديكتاتورا، والكلام على لسان مبارك، لقتلت عمرو موسى لتطاوله علي وقررت إبعاده للجامعة العربية. وفي المحتوى بيقول إنه عمرو موسى كان صوته عالي وكان بيزعق وكان بيتطاول عليا. إيه حقيقة هذا الموضوع؟ أنا لي رأي أو آراء ومواقف لا أتراجع عنها وبكلم فيها على أعلى المستوى، وكان سبب من أسباب النقاش بيني وبين الرئيس. أما التطاول بالمعنى الحرفي ده ما حصلش، لما حصل خلاف بوضوح في الرأي وموقف معين من وزير الخارجية. أنا كنت دائما أرى أن لوزير الخارجية أن يعبر عن آرائه بوضوح، لأنه خطأ واحد بيؤثر في المصالح المصرية وربما يكون له تداعيات في علاقات دولية كتير. وكان لي رأي في موضوع فلسطين، ورأي في موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة، ورأي في موضوعات النووية في منطقة الشرق الأوسط، ورأي في العلاقات المصرية الإفريقية. كان في كلام كتير في هذا، ويعني ده وكثيرين اتكلموا عن هذا. واخر حاجه كانت قلناها كتير لما ياسر عرفات قال لا، عمرو موسى مش هيستمر وزير الخارجيه، لانه اصبح على خلاف جامد في موضوعات كتير مع الرئيس. وده كان صحيح. انا مثلا في خلاف، انا بتكلم دلوقتي في خلاف ايضا مع توجهات معينه في سياسه الحريه والعداله. انما انا دائما اؤمن ان خلاف الراي لا يجب ان يفسد للود قضيه، ولكن في مصر يبدو انه يفسد الود. فيا اما انك توافق يا اما انك تعتبر لا يا سيدي. ما الاساس لابد ان تكون امين في تعبيرك للناس. وانا كوزير او كامين عام الجامعه او قبل كده كرئيس الوفد في الامم المتحده على المسرح، فلا بد ان اكون امين واتكلم الكلام الواضح لما اراه في المصلحه بصرف النظر عن نتائجه يعني. تفتكر حضرتك المفروض ان رئيس مصر القادم هيعلن يوم 21 يونيو او شهر 6 الحكم على مبارك في بدايه الشهر؟ تفتكر الرئيس القادم ممكن ان هو يصدر قرار للعفو عن مبارك؟ الموضوع ده هل ده يبقى خطوه؟ الموضوع ده شديد الحساسيه بالنسبه للمصريين. والرئيس القادم لن يكون الدكتاتور السابق انه بيده ان يحيي او يميت. هيكون رئيس دستوري. شوف اولا ما هي سلطات الرئيس في هذا الاطار. وبالنسبه للوضع السياسي الخاص في مصر، ده ضروري يعامل بحذر وحساسيه شديدين. الحكم ده مساله خاصه بالمحكمه. الاتهامات خاصه بالنيابه، والرئيس لا يجب ان يتدخل فيها اطلاقا. انما ما يتعلق بامور اخرى وكيفيه التعامل مع هذه القضيه الحساسه دي تحتاج الى سلطه واضحه. دستور بيدي للرئيس هذه السلطه او لا يعطيه اياها، ودي لا تزال في كيف يتعامل يعني مع كل المتهمين من العهد السابق. ودي مساله لا تزال وهتكون احد المسائل الخاصه المهمه التي تناقش دستوريا. اللي هو ايه؟ اللي هو صلاحيات الرئيس. صلاحيات الرئيس في اصدار مثلا عفو عن صلاحيات الرئيس في التعامل مع في المتهمين بهذا الاطار وفي هذا الاطار ده في الظروف دي. بس لو جاء رئيس مدني لمصر في يونيو اللي جاي، وعندنا برلمان الاغلبيه اسلاميه، تبقى خناقه بقى. كل الملفات، كل الازمات دايما تبقى فيه خناقه. لا يا اخي لا، مش شرط خناقه. ما هو كمان في حنكه سياسيه يعني تكون موجوده عند الرئيس، عنده تجربه وعنده خبره وعارف يعني ايه لما اختلف معاك او اختلف مع البرلمان. الرئيس يستطيع ان يدعو عدد من اعضاء البرلمان انهم يقعدوا معاه يتكلموا على فنجان قهوه، على فطار، على غدا، ويتكلموا في هذه الموضوعات ويطرح وجهه نظر ويستمع الى وجهه نظرهم. ولا بد ان يكون